تعالوا بقى النهارده اقول لكم على ألذ كيكه شوكولاته ممكن تاكلوها بجد. تحفه تحفه تحفه. انا متاكده ان انتوا لو جربتوها هتدمنوها. وكمان ألذ ما فيها انها سهله جدا وكلها في الخلاط بالصوص بتاعها بكل حاجه وكله في الخلاط. يلا بسم الله. اول حاجه هنبدا بيها كوبايه من السكر، كوبايه من اللبن، كوبايه من الزيت. هنضرب الكلام ده كله مع بعضه علشان ندوب السكر حلو جدا. وبعد ما ندوبه هنبدا ننزل بقى بكوبايه من الكاكاو الخام، ونضرب بقى كل ده مع بعض وهتلاقوا الصوص بتاعكم تقل وبقى تحفه جدا زي ما احنا شايفين كده. ده الصوص بتاعنا المظبوط. هناخد منه بقى كوبايه وهنشيلها على جنب ونحطها في التلاجة لحد ما نخلص الكيك بتاعنا. ادي الصوص كده خلاص اتعمل وجاهز جدا. بقيت بقى المكونات هنسيبها في الخلاط زي ما هي وننزل عليها ببيضتين وباكو من الفانيليا ومعلقة من الخل، معلقة كبيرة من الخل، ونضربهم مع بعض حلو جدا. وبعد ما نضربهم هننزل عليهم بكوباية من الدقيق وعليهم معلقة كبيرة من البيكنج باودر او البيكنج صودا كده زي ما احنا شايفين. هنضرب بقى كل ده خلاص كده الكيكة بتاعتنا جاهزة. في اسهل بقى ولا ابسط من كده؟ عملنا الصوص وعملنا الكيك كله في الخلاط، ما خدش مننا اي مجهود تماما. هنجيب صينية بقى متبطنة بالكاكاو والسمنة او الزيت وننزل بالكيك بتاعنا في الصينيه ونخبط عليه كده. شايفين الفقاعات اللي طلعت دي؟ معنى كده ان الكيك ناجح جدا. هنسخن الفرن على درجه حراره 180. هنحط الكيك في الرف الوسطاني لمده نص ساعه لساعه الا ربع. طبعا هتطلع كده ليها قشره، هنغطيها بكيس ونسيبها لتاني يوم. لازم تبرد تماما تماما. وبعد ما تبرد هنجيب بقى الصوص اللي احنا شلناه في التلاجة وننزل بيه على الكيك بتاعنا ونوزع الصوص حلو وندخلها التلاجة تاني برضو لمدة ساعتين 3 تسقع تاني، ونطلعها بقى ونبدأ نقطع ونستمتع بجد بالجمال والتحفة. الكيك نفسه التحفة، مكوناته مظبوطة جدا جدا جدا. الصوص تحفة، طعمه خطير. بس طبعا اهم حاجة في الصوص وفي الكيك المكونات تكون كلها خامات نظيفة زي الكاكاو والزيت كده زي ما احنا شايفين. انا نسيت اقول لكم ان الكاكاو اللي احنا استعملناه في الوصفة كلها كاكاو خام بدون سكر. شايفين التحفة؟ شايفين الكيك جامد ازاي وهش وعالي وكله غرقان في الشوكولاتة؟ بجد كيكاية جامدة جدا. انا متأكدة ان انتوا لو جربتوها هتعشقوها. وكده ممكن نرش عليها بقى رشة من الكاكاو، ممكن نحط عليها اي صوص، ممكن من غير حاجة كده. هي تحفة جدا خطيرة، وانتوا بتاكلوها هتحسوا كأنكم بتاكلوا قطعة من الجاتوه مش بتاكلوا كيك بس. بجد خطيرة. وبس كده خلاص، ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة ونورتوني. باي باي.